الكعك الرهيب وصل للناس العسل. اللي حنعمل أحلى كعك للعيد. رهيب كعك اللافاشكري. محتاجين 12 قطعة لافاشكري و500 جرام زبدة وكيلو دقيق. دي الوصفة الأصلية. أنا بعمل نص زبدة ونص سمنة، يعني باخد 300 جرام زبدة وكوب تقريبا سمنة. لازم يكونوا كلهم بحرارة الغرفة. بعدين نقلبهم عادي بالمعلقة لحد ما يدوبوا كلهم مع بعض، الجبنة والسمنة والزبدة. بعدين نضيف الدقيق اللي هو قلنا العبوة بتاعت الكيلو ناقص كوباية. تمام. بعدين بضيف لي معلقة كبيرة سمسم تحميصة خفيفة كده، ومعلقة صغيرة محلب مع هبهان مطحون، معلقة صغيرة برضو وقرنفل مطحون. ممكن تستخدموا جنزبيل، ممكن قرفة، ممكن كافور، اللي يعجبكم. نخلطهم كويس مع بعض. لازم تكون العجينة كده ناعمة. لو مشققة معناها محتاجة سمنة زيادة أو زبدة زيادة. لو بالنعومة دي خلاص كده كفاية. أنا بكورهم كور صغيرة وبعدين بضغطهم بأي شكل من الأشكال اللي عندي عشان بس يكون فيها شكل بفوق. لكن انتوا عادي ممكن تعملوهم تفريدوهم عادي وبالقطاعة تقطعوهم، يعني الموضوع ما خطير. هدخلهم الفرن. أنا بخليه في الفرن على درجة حرارة تقريبا 180 وبخليها 40 دقيقة. هي ممكن تكون أقل من كده بس أنا بحبها تكون من جوا مجمرة، فبخلي الزمن يطول حبة. بالعافية عليكم. شايفين التحميص الحلوة دي واللون الحلو من جوا؟ أهم شي يكون من جوا مجمر ولونه رهيب. النكهات وريحة البيت رهيبة. لازم يا إخوانا تجربوه. كل سنة وانتم طيبين.